من الطبيعي انك لما تتفرج على فيلم رعب تخاف لانك شايف الحاجات اللي بتخوفك، بس ازاي تبقى اعمى ومش شايف الحاجات اللي بتخوف دي وخايف زي اللي شايف؟ وده اللي بيحصل معايا لما اكون بتفرج مع حد بيشوف على حاجة رعب وخاف زيه، فيستغرب جدا ويفتكرني بمثل ويقول لي يا ابني انت مش شايف، ازاي خايف زينا؟ وانا بصراحة برضه ما كنتش عارف اشرح لهم ازاي، وعمال اسال نفسي انا ازاي اصلا خايف من حاجة انا ما شفتهاش، لحد ما لقيت في المصحف في سورة الملك الآية 23 بسم الله الرحمن الرحيم: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. يعني كده السمع اتذكر قبل البصر، أكيد فيها حاجة دي. كمان لقيت دراسة مضمونها إن أول حاسة بتكتمل في جسم الإنسان وهو لسه في الشهر الخامس هو الجهاز السمعي ودانك. ولقيت دراسة تانية اتعملت على ناس مش بتشوف وناس مش بتسمع، اكتشفوا فيها إن الأعمى عنده قدرة أكبر على التعلم والتواصل مع الناس أكتر من الصم والبكم، وده لأن حاسة السمع بتشتغل بشكل أعمق مع المخ، وإنت لما بتنام حواسك كلها بتبقى فاصلة إلا ودانك هي الوحيدة اللي بتبقى شغالة، وإلا ما كنتش زمانك صحيت على صوت ماما وهي بتشبشب لك الصبح بدري. أفلام الرعب أو قصص الرعب بيبقى فيها موسيقى تصويرية ومؤثرات صوتية مرعبة جدا، سامع يا أحمد يا يونس؟ الناس اللي بتعمل الأصوات دي بتبقى دارسة فيزيولوجية الصوت وهندسته بترددات معينة، وكل تردد بيحسسك بشعور معين. يعني مثلا الترددات دي لما بتكون واطية جدا بتحسسك بالقلق والتوتر، ولما بتكون أعمق بتحسسك بزيادة في نبضات القلب والتهديد والخطر. مع كل ده في حاجة اسمها المسرح العقلي، ودي بتخلي الكفيف مش محتاج يشوف المشهد المرعب، ده دماغه هي اللي بتصنعه. صوت حد بيجري، صويت، وحش مرعب، تزييق باب، سكاكين وحاجات بتتكسر، كل ده قادر يخلي دماغك ترسم فيلم رعب لوحدها. في دماغنا حاجة اسمها اللوزة الدماغية، ودي المسؤولة عن ردود فعلك على أي تهديد أو خطر عينك بتشوفه. يعني مثلا أنت شفت في الفيلم وحش مرعب فخفت. عند الأعمى بقى اللوزة الدماغية دي مربوطة بالجهاز السمعي لأن الجهاز البصري مش شغال، وبما إن الجهاز البصري مش شغال فبيساعد الجهاز السمعي، فبالتالي الكفيف ممكن يترعب من حاجة سمعها ضعف اللي بيترعب من حاجة بيشوفها. فاهم؟ يعني خلاصة الموضوع ده اللي انت اترعبت منه علشان شفته بعينك، انا اترعبت منه علشان سمعته بودني. وصلت؟ ما تنساش بقى اللايك والفولو.